أخيرا، ياسين بونو يكشف عن سر عدم اكتمال انتقاله لريال مدريد. تحدث ياسين بونو نجم المنتخب المغربي والهلال السعودي عن العرض الأخير الذي تلقاه من نادي ريال مدريد الإسباني قبل انتقاله للدوري السعودي. وأكد اللاعب لوسائل الإعلام الإسبانية: فعلا كان لدي عرض من نادي ريال مدريد وكنت متحمسا لأمثل الفريق حيث وضعته في المقام الأول، لكن المشاركة مع المنتخب المغربي في كأس إفريقيا للأمم كانت حاجزا أمام استكمال الصفقة، حيث اشترط نادي ريال مدريد عدم مشاركة الحارس الدولي ياسين بونو في كأس إفريقيا للأمم القادمة لضمه من إشبيلية. يشار أن ياسين بونو اختار بعد فشل هذه المفاوضات مع ريال مدريد الانتقال للهلال السعودي بشروط مادية مهمة جدا، وقدم مستويات رائعة مع الفريق حيث نال إشادة الجماهير والإطار الفني لفريق الهلال السعودي. هل في رأيكم أن انتقال ياسين بونو للدوري السعودي كان اختيارا صائبا في ظل سنه المتقدم وفي ظل شح العروض المهمة خصوصا من الجانب المادي مقارنة بالعرض السعودي؟ اتركوا لي رأيكم في التعليقات ودمتم سالمين. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع الضغط على الجرس ليصلك كل جديد.